في الفيديو النهارده هكلمك عن احسن وارخص بروتين ممكن تشتريه في مصر، بروتين الغلابه. يلا بينا نتكلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعد اسعار المكملات اللي بقينا نشوفها دلوقتي، المكملات بقت في متناول تجار المخدرات. الناس كلها بتعاني من الاسعار. دلوقتي ايه الحل؟ انا جايب لك النهارده الحل، والحل ده انا بستخدمه شخصيا، اللي هو واي بروتين ايزوليت من شركة ليبرينو. ده حاجة محترمة جدا جدا جدا. الشكارة بتبقى عبارة عن 20 كيلو، نسبة البروتين فيها ما بتقلش عن 90%. كويس قوي. يعني دلوقتي لو انت خدت سكوب 45 جرام هيديك 40 جرام بروتين، وهيديك 10 جرام بي سي اي متقسمة 5 لوسين، 3 ايزوليوسين، و2 فالين. هنبقى نتكلم عن البي سي اي اللي هي الاحماض الامينية كلها باذن الله في حلقة تانية. هيديك 8 جرام جلوتامين، هيديك جرام ارجينين. مميزاته وعيوبه، هنبتدي بالعيوب. اول حاجه بياخد وقت شويه في الامتصاص، بعكس المكملات التانية اللي بتتباع في المحلات بياخد وقت اطول شويه، هضمه بيبقى اصعب شويه. تاني حاجه انه ملوش طعم. نخش في المميزات، ومميزاته خطيره. اول حاجه السعر، سعره ممتاز، ارخص بروتين في مصر، بيديك اعلى نسبه بروتين في السكوب الواحد. تاني حاجه في مميزاته انه مفهوش لاكتوز، مفهوش كارب، الدهون اللي فيه قليله جدا جدا. تالت حاجه مش هيتعب معدتك، مش هيعمل لك غازات، مش هيعمل لك اسهال، مش هيتعب معدتك. بس نصيحه مني، اما تيجي تشتريه اشتري الشكارة على بعضها. ده لسببين. اول سبب عشان تاريخ الصلاحية، تاريخ الصلاحية بيبقى 2 سنين. تاني سبب انت ممكن تشتري من عند تاجر ما عندوش ضمير، يديلك اي نوع تاني غير اللي انت عايزه. فانت تشوف حد من صحابك، 1 أو 2 أو 3، وتخشوا في شكارة وتقسموها على بعض. هتبقى احسن لكم كتير جدا، هتبقى احسن لكم قوي. ولو قفلت معاك خالص وما لقيتش حد من صحابك يدخل معاك في شكارة، وهتشتري كيلو او 2 كيلو، الواي بروتين ايزوليت بيبقى لونه اصفر شويه وبيدوب بسرعه جدا. طريقه الاستخدام، اول ما بتصحى من النوم بتاخد سكوب 45 جرام. هو ما بيجيش معاه سكوبات، لو معاك ميزان اكل اوزن عليه، لو معاك سكوب قديم من اي حاجه تستخدمه. هتاخد سكوب 45 جرام. اول ما تصحى من النوم هتدوبهم في شويه ميه، وتاخد معاهم معلقه كاكاو خام طبعا عشان يكسر الطعم وتعرف تشربه. تاني وقت بعد التمرين على طول نفس النظام، يبقى مرتين في اليوم. لو عايز تزود يبقى مره ثالثه قبل ما تنام. كده حلو قوي، ما تزودش عن كده. معلومه على الماشي، عشان لو سالت حد على البروتين ده وقال لك مش كويس وزباله، شركه ليبرينو فودز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، اللي مصنعه الواي بروتين بتاعنا النهارده، مشاركه شركه اسمها جلينبيا. الشركه دي مالكه لشركه اوبتيمم نوتريشن، بي اس ان، ايزوبيور، اي بي بي، وكذا شركة تانية. الشركات دي اكبر شركات مكملات في العالم. ما اعتقدش ان في شركة بحجم جليمبيا هتشارك شركة مش كويسة ومنتجاتها مش كويسة. حاجة اخيرة بس، البروتين ده انا بستعمله شخصيا بقالي فترة، ما وجعنيش، عمل معايا نتائج كويسة جدا بصراحة، حاجة محترمة. الفيديو ده ولا اعلان ولا اي حاجة، بس انا حبيت انقل لكم التجربة كاملة، عشان طبعا الناس اللي بتشتكي من الاسعار المكملات بس، لا اكتر ولا اقل، وعايز الناس كلها تستفيد. وبكرر تاني، انا ما استعملتش غير الواي بروتين ايزوليت بتاع ليبرينو، ما استعملتش اي نوع تاني، ما استعملتش اي شركة تانية. يا رب تكون الحلقة فادتكم. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب، استنى الحلقات الجديدة. سلام. معلش بس حاجة اخيرة قبل ما نمشي، نسيت اوريكم شكله، وهو ده.